السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض كيكة البسكويت الباردة او الليزي كيك. هنعمله بطريقة سهلة جدا وكمان اقتصادية. هنعرف كده مع بعض ازاي نعمل جناش الشوكولاتة الاقتصادي. ان شاء الله الفيديو يعجبك والوصفة كمان تعجبك. اهم حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. معايا 300 جرام من البسكويت السادة. هبدأ كده أكسره تكسيرة طبعا خشنة. أهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد. هبدأ كده أكسره. طبعا بنكسره تكسيرة خشنة. وهنبدأ كده مع بعض نعمل صوص الشوكولاتة. نزلت كده بكوباية من الحليب، هضيف لهم طبعا 3 معالق من السكر، وكمان 3 معالق من الكاكاو الخام، وهبدأ كده أقلبهم على البارد وهنرفعهم كده على النار. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. المقادير سهلة جدا وكمان بسيطة واقتصادية. هنرفعهم على النار وهنرجع مع بعض تاني. رجعنا تاني. هنبدأ كده طبعا هنقلبهم وهنضيف لهم كده مكعبين من الشوكولاتة وكمان مكعب من الزبدة، وهنبدأ نقلبهم وهسيبهم كده يبردوا على جنب. صوص الشوكولاتة مش هنزل عليه، مش هنزل بيه على البسكويت وهو سخن، لازم يبرد معايا. وهبدأ كده طبعا اجيب البسكويت بتاعي. الصوص طبعا برد معايا وهنزل كده واحدة واحدة وهبدأ اقلب. طبعا ما تنزليش بالصوص كله، بتنزلي كده واحدة واحدة وتبدأي طبعا بتقلبيه كويس جدا. الوصفة سهلة جدا وبسيطة جدا وكمان مقاديرها بسيطة خالص. ان شاء الله الفيديو يعجبك وتجربي الوصفة لولادك، هتعجبهم جدا. قلبتهم طبعا كويس جدا مع بعض. هجيب كده ورقة زبدة وهبدأ طبعا افرد، هنزل كده بالخليط على ورق الزبدة، وبنزل طبعا بالخليط على ورق الزبدة كده وهبدأ اظبطه كويس جدا. بتسويه طبعا. وهنبدأ نلف رول مع بعض كده عشان ندخله الفريزر. بتدخل الفريزر لمدة ساعتين، من ساعتين ل3 ساعات. بتظبطيها طبعا، بتضغطي عليها كويس جدا وكمان بتساوي كده الجنبين. انا هبدأ ارولها كويس وكمان هجيب لها كده ورقة ألمونيوم وكمان هنلفها كده مع بعض. وصفة جميلة جدا وكمان ولادنا بتحبها جدا. هبدأ كده ارولها وكمان هندخلها كده الفريزر. وعشان نعمل مع بعض جناش الشوكولاتة الاقتصادي، هنبدأ كده بنص كوباية من الحليب، عليهم كده معلقتين من السكر وكمان معلقتين من الكريم شانتيه الخام، و250 جرام من الشوكولاتة. طبعا انا رفعتهم على النار عشان وقت الفيديو. وده شكله النهائي ليه جميل جدا وكمان اقتصادي وتقيل معاكي ولذيذ جدا. طبعا ليزي كيك جاهز معايا. هبدأ كده اقص طبعا الجناب وهنفكه كده براها خالص. بتفكيه طبعا بتجهزيه. وهنبدأ كده نصب مع بعض صوص الشوكولاتة. طبعا برد معايا، جميل جدا وكمان اقتصادي، عاملينه بايدينا في البيت. ان شاء الله الوصفة تعجبك. انا طبعا هندخله كده التلاجة لمدة 10 دقايق وهنرجع نقدمه مع بعض. ده الشكل النهائي ليه. انا طبعا قطعت الجنبين او الطرف الاولاني كده عشان اوريكي بس شكله الجميل. لو وصلت الفيديو لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بتقطعيه طبعا قطع صغيره كده او قطع كبيره على شكل جاتو. طبعا شكلها جميل جدا وكمان طعمها لذيذ. ان شاء الله الوصفه تعجبك والفيديو يعجبك. اهم حاجه ما تنسيش تدعميني وفي رعايه الله.